السلام عليكم. انا فايزه عبد الله في ليفر كيتشن. هقدم لكم النهارده انواع من المسليات، الفشار اللي هو الكل الولاد بيحبوه وكلنا كبار وصغيرين. اول حاجه هبدا بيها الفشار اللي هو بالكراميل، بعد كده الفشار اللي هو بالشوكليت، وفي الفشار اللي هو بالجبنه، وفي الفشار اللي هو هيبقى بالزعتر، زعتر عرايشي وعليه توم باودر وبصل باودر، وفي الفشار اللي هو بالقرفة وعليه كاكاو دارك. هبدأ بقى دلوقتي معاكم أول فشار اللي هو الفشار العادي اللي هو بالملح. أوكي، الزيت يا دوبك على قد قاع الحلة، مجرد ما يسخن أجرب بس كده واحدتين فشار بس كده. أحط بقية الفشار، اغطيه، احط ذرة ملح، دلوقتي انا هعمل الكراميل. اوكي، غطيت البوتاجاز، المفروض ان هو يكون واطي عليه، واسيبه بقى. انا مش هقلبه لغاية لما هو يتكرمل. بدأ ياخد لون ازاي، مجرد ان هو ياخد لون ممكن ان احنا نقلب علشان ايه ما يبقاش فيه اي تكتلات من السكر. كده هحط عليه قطعة زبدة، معلقة تقريبا. بص اللون بتاع الكراميل. دلوقتي ابدأ اصبه على الفشار، اوكي، بحيث ان كل قطعة كل واحدة فشارة تاخد لون الكراميل. بصوا يا جماعة، كل واحدة فشارة كلها كراميل. المفروض ان انا اقلبه على المفرش سيليكون عشان ما يلزقش. ده تاني فيديو يا جماعة. هعمل بقى الفشار اللي هو بالجبنة وهو سخن على طول. احط عليه جبنة رومي وعليها الشطة، جبنة رومي مبشورة. انا حطيت كده الجبنة الرومي، قلبتها فيه وكده على الوش، وريحة طبعا الشطة ظاهرة فيه قوي. ده الفشار اللي هو هيتعمل بصوص الشوكليت، وممكن نحط عليه بعض الاوريو اللي هو المفتفت، يعني متكسر كده ويتحط عليه، بيدي طعم حلو قوي. ده كده احط عليه بقى الصوص بتاع الشوكليت. تحفة، مجرد ما هيبرد. عشاق الشوكولاتة يا جماعة، تحفة. ده كده يا جماعة، ده بالزعتر اللي هو العرايشي، وعليه توم باودر وبصل باودر وجنزبيل. اوكي، الى حد ما صحي وطعمه حلو جدا. ده اخر واحد اللي احنا عملناه بالقرفة. اوكي، بالقرفة وعليها رشة كاكاو دارك. خلصت كده معاكم يا جماعة الفشار بانواعه. ولما يعجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.